المهنة اللي ما كنتش فيها صبي عمرك ما هتبقى فيها معلم. بنسمع الكلمة دي كتير ولكن أغلبنا مش فاهمين معناها أو بيفسروها بطريقة تانية أو بمعنى إنك لازم تبقى شقيان ومتمرمط، ولكن باختصار في مجال تربية الفراخ البيضاء عايز أقول لك رسالة واحدة بس أو أوصل لك معلومة من المقولة دي. بمعنى إيه؟ بمعنى شغلانة تربية الفراخ البيضاء اليومين دول بقت كلها عبارة عن تطورات ومعدات حديثة ولوحات تحكم، وبتقدر تتحكم في كل حاجة بمفاتيح، يعني في الحرارة، في الرطوبة، في التهوية، في الشفاط. كل حاجة عندك بقت بتشتغل بريموت كنترول وانت قاعد باشا زي العمدة كده. ولكن بقى اللي انت مش فاهمه ان انت لما تيجي تكون جديد في المشروع وتيجي تبدأه بأحدث الإمكانيات والمعدات ومخلي كل حاجة بالتكة والزرار، لكن انت نفسك بقى كشخصك ما عندكش أي فكرة عن الموضوع أو معلوماتك سطحية، فأنا عايز أقول لك مبروك عليك، مشروعك فشل من قبل ما تبدأ. ليه طيب؟ أو عشان إيه؟ أو أنت بتحبطنا ليه؟ أو الكلام ده كله. بص يا سيدي، مبدئيا باختصار، انا عايزك تبقى فاهم ان الفرخ الابيض ده او الكتكوت الابيض ده حساس جدا ودورته 35 يوم، ولازم تبقى انت اشتغلت بايدك في المهنه دوره واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه. ليه طيب؟ او عشان ايه؟ طب ما انا رايح دماغي واشتغل على طول بكل حاجه وبالمعدات الحديثه. لا يا سيدي، المعدات الحديثه ديت كلها عباره عن معدات وسنسورات وحساسات ولوحات تحكم وكهرباء وكلام من ده. يعني وارد انها تخطأ او تغلط او الحساس يعلق او اللوحه تفصل او الكهرباء تقطع او يحصل عندك مشاكل كتير. طيب انت وقتها بقى لو الحساس معلق مثلا وانت ظابطه على درجه حراره معينه، وعندك قاري قدامك الحراره اللي انت ظابطه عليها، ولكن في مشكله والحراره اعلى من كده ولكن هو معلق معاك، يعني وليكن مثلا انت ظابطه على 30 والحراره علت عن كده ل 35 وهو ما زال مظبوط على 30 وقاري 30، فانت مقتنع ان عادي الدنيا تمام وزي الفل. لكن لو واحد فهمان وبيربي من زمن وابن مهنه فعلا، هيبص على شكل الفراخ ويلاقيها بتنهج او حرانه او بعيد عن بعضها، فهيعرف ان الحراره عاليه وان في عنده مشكله. كذلك برضو العكس، يعني لو الحراره نزلت وعندك الحساسات او السنسورات بتاعتك معلقه وانت مش عارف ان في مشكله، وبتبص لقيت الحراره قدامك 30 وانت ظابطها على 30 ولكن هي الحراره الفعليه 25، فانت مش هتاخد بالك. اما لو واحد ابن مهنه وواحد كان صبي في المهنه واتعلم، طبيعي هيشوف تجمعات الفراخ او شكلهم هيحس انهم سقعانين وهيفهم. يبقى انت كده لازم تشتغل بايدك وتفهم وتتعلم وتتمكن، وبعد كده يا عم الله يوسع عليك ويرزقك توسع وهات معدات وطور، بس على الاقل حتى تبقى انت عارف المعدات دي بتشتغل ازاي، ولو عطلت او حصل لها اي مشكله تبقى عارف تصينها ازاي، او عارف ان هي عطلانه، او عارف ان فراخك فيها مشكله. فانا الموضوع يا جماعه مش زي ما انتم متخيلين ان انت جهزت وصرفت وكلفت يبقى انت مستني الفراخ تربي نفسها وتكبر لوحدها بالميه والعلف. لا 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 خالص تماما. يعني الفراخ عايزه يعني تتعامل كانك بتتعامل مع طفل لسه في الحضانه لسه مولود. ال 35 يوم بتوع الدوره بتعامل فيهم الفرخه كده كانها طفل لسه مولود، وبتحاول بقدر الامكان انك تسايس فيها وتعمل لها اللي هي عايزاه لحد لما تعدي ال 35 يوم بتوع على خير. لو وصلت لحد نهاية الفيديو هنا، اوعى تنسى انك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش اللايك والشير والمتابعة علشان يوصلك محتوانا دايما باستمرار، واستنوني كل يوم في فيديو جديد ومعلومة جديدة. اخوكم ابو نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.